السلام عليكم، اهلا بيكم في الفيديو الثاني من حكاية قديس الطب. في الجزء اللي فات تمت اعادة احياء يون في جسد تشي، وكمل تشي مراسم الزفاف واصبحت شينج يوي زوجته رسميا. ووقفنا عند تشي وهو بيتمشى في الباحة، وفجأة بدأت لؤلؤة السم تضيء بقوة. وبنكمل القصة وبيبدأ تشي بالبحث عن الكنز في الباحة الخلفية، وبيتوقف في مكان بتكون فيه اللؤلؤة في أقصى توهجها، وبيلاحظ إضاءة خارجة من المكان، ولما بيركز اللؤلؤة على مكان الإضاءة بيلاقي الكنز. وبيستغرب تشي لما بيلاقي 2 من عشبة النجم، وبيقول في حياتي السابقة وأنا طبيب ما شفتش غير عشبة واحدة فقط، والعشبة دي بتدي لصاحبها قدرة كاملة على الاختفاء لوقت معين. وبيقول في نفسه إنها أداة مثالية للاغتيال، وأنا مش مصدق إني لقيت 2 منها في أول يوم ليا هنا. وبيلاحظ تشي وجود شيء غريب في المكان، وبيروح عشان يشوفه، وبيلاقي بنت مرمية على الأرض وبيحس بطاقة سم خارجة منها، والبنت دي بتكون ساكنة تماما. وبيتساءل تشي إذا كانت ميتة، وبيحاول إنه يكلمها لكنها ما بتردش عليه، فبيقرصها من وشها. وفجأة بيحس بألم شديد وبيصرخ بسبب إن السم مسك في إيده، وما بيكونش مصدق إن سم بالقوة دي موجود في العالم ده. وبتسحب اللؤلؤة السم من جسد تشي وبيحمد ربنا على وجودها معاه، وبيتساءل عن سبب وجود كمية السم دي كلها في جسم البنت. وبتفوق البنت وبتقدر تتعرف على لؤلؤة السم السماوي اللي مع تشي، وبيتصدم انها عارفة اللؤلؤة وبيحاول يتكلم معاها، لكن البنت فجأة بتعض صباعه وبتبدأ تمص دمه، وبيستغرب تشي من اللي بتعمله، وبيسحب صباعه من بقها وبيلاقي ان البنت اختفت فجأة ودخلت اللؤلؤة. وبينتقل تشي هو كمان داخل فضاء لؤلؤة السم وبيشوف البنت، وبيلاقي انها بتطهر السم من روحها، وبيتساءل عن ازاي قدرت تدخل. وبيقول في نفسه المفروض ان اللؤلؤة مندمجة مع جسمي وتحت سيطرتي بالكامل. وبيبص تشي على البنت وبيقول انها جميلة جدا، وبيحاول يقرب منها، وبيقول بما انك داخل جسدي فالمفروض تدفعي ايجار، وبيكون ناوي على الغلط، لكنه بيمنع نفسه من لمسها، وبيقول انا ما ينفعش افكر في حاجة قذرة كده، والبنت دي شكلها لسه صغيرة وعندها 12 سنة بالكتير. وبيقول في نفسه انا هأجل موضوع الايجار ده لحد ما تكبر. وبيخرج تشي من اللؤلؤة وبيرجع للباحة وبيحاول يهدي نفسه، وبيقول احتمال يكون الخوف من ان البنت تطلع قوية منعني من لمسها. وبتسمعه عمته اللي بتيجي من وراه من غير ما يحس بيها، وبتقول له انت خايف تلمس مين، لكنه بيغير الموضوع وبيقول لها انا كده كده مقدرش المس اي حد. وبتسأله عمته عن السبب اللي جابه هنا يوم زواجه، فبيقول لها تشي انا معرفتش انام فجيت هنا عشان اشاهد النجوم. وبتحذره عمته وبتقول له المكان هنا خطر وممكن تقابل وحوش او لصوص في اي لحظة. فبيضحك تشي وبيقول لها دلوقتي عرفت ليه مش قادر انام، يبدو ان عمتي الصغيرة خايفة عليا وبتفكر فيا. وبتداري عمته خجلها وبتقول له انا كمان جيت هنا عشان اتفرج على النجوم. وبتقول في نفسها هنام ازاي يا غبي وكل اللي شاغل بالي هو زواجك. وبيرد عليها تشي وبيقول لها تمام تعالي نتفرج على النجوم مع بعض، ودي هتكون فرصة كويسة لاننا ما اتفرجناش على النجوم سوا من زمان. وبترد عمته وبتقول له ايوه اخر مرة كانت في الشتاء اللي فات، وساعتها رحنا في النوم من غير ما نحس بالوقت، والدنيا مطرت تلج بغزارة، ولما شاف جدي رجل التلج في وسط الباحة اتجنن. وبيضحك تشي وبيقول وبعدها والدي ربطنا امام المدفأة يومين كاملين. وبتضحك عمته هي كمان وبتقول له ايوه وخلى الخدم يطبخوا لنا شوربه سخنه طول اليوم. وبيكونوا سعيدين جدا مع بعض، وبيحاول تشي يقرب منها عشان يقبلها لكنها بتوقفه، وبتقول له ان ده ما ينفعش دلوقتي لانهم بقوا كبار، ده غير انك بقيت راجل متجوز خلاص. وبيقول تشي في نفسه الجواز الشكل ده بقى حمل عليا اكتر ما يكون شيء كويس. وبيرد على عمته وبيقول لها انا عايز افضل معاكي زي ما كنا واحنا صغيرين. فبتضحك عمته وبتهزر معاه وبتقول له خلاص يبقى تتجوزني. فبيقول لها تشي كنت هعمل كده فعلا لو ما كنتيش عمتي الصغيرة. وبتتصدم عمته من كلامه وبتتكسف وبتفضل تتلفت حواليها. وبيسألها تشي لو بتدور على حاجة، فبتقول له انت بقيت متجوز دلوقتي وما ينفعش مراتك تسمعك بتقول كده.
فبيرد عليها تشي وبيقول انا ما بخافش من حد وانا عايز اتجوز عمتي الصغيرة، وانا مش عايز شينج يوي وما كنتش عايز اتجوز حد غيرك. فبتقول له عمته انت ازاي تفكر في كده، وبتطلب منه ما يفتحش الموضوع ده تاني، وبتقول له انا هفضل عمتك الصغيرة وكل اللي يهمني هو اني عارفة اللي في قلبك من ناحيتي. وبتشوفهم شينج يوي وبتلاقيهم نايمين تحت شجرة فبتغطيهم، ولما بيصحى تشي بيعرف ان الغطا ده هو اللي كان على سريره امبارح، وبيقول في نفسه يوم فرحي نمت مع واحدة تانية ومراتي جابت لنا غطا بنفسها، وبيفضل يضحك. وبنروح لقصر عشيرة شياو وبيكون واحد من الخدم بينادي على الرئيس، وبيقول له الرئيس اسكت وقول لي ايه اللي حصل من غير ازعاج. وبيتصدم الرئيس لما بيعرف ان الخادم بيحمل رسالة من طائفة شياو، وبيأمر الرئيس يروح بسرعة ويجمع كل الشيوخ الخمسة في القاعة الرئيسية. وبيروح تشي لزوجته اللي بتتضايق من دخوله عليها فجأة، وبتقول له يبدو ان نومك تحت الشجرة خلاك تنسى الاستئذان قبل الدخول. فبيقول لها تشي بالظبط كده، وبيفتكر اللي عملته امبارح، وبيقول في نفسه انها حطت لي غطاء يوم فرحي في ركن الغرفة عشان انام عليه، ودلوقتي بتسخر مني كمان، وبيرجع الغطا مكانه مرة تانية. وفجأة بيمسك ايديها وبتصرخ فيه شينج يوي وبتقول له ابعد عني. فبيقول لها تشي اسكتي ومثلي معايا عشان جدي جاي هنا. وبيدخل عليهم الجد وبيكون مستغرب انهم صحيوا بدري وبيحيوه، وبيضحك الجد وبيقول لهم انا جيت عشان اطمن عليكم وماشي على طول. وبيرد تشي عليه وبيقول له انت تشرفنا في اي وقت يا جدي. وشينج يوي بتكون منبهرة بتمثيله ومش شايفة عليه اي علامة تدل انه بيكذب. وبيجي الخادم وبيعرف الجد بالاجتماع الطارئ للشيوخ في القاعة، فبيقول له الجد تمام شكلها حاجة مهمة روح وانا هاجي وراك. وبيقول تشيف نفسه ايوه اخرج بسرعة عشان انا حاسس بنية قتل قوية جاية من جنبي. وبيخرج الجد وبينط تشي بعيد عن شينج يوي بسرعة وبيكون مرعوب منها، وبيقول لها ارجوك تهدي ومفيش داعي للغضب وانا بس كنت عايز افرح جدي. فبتقول له شينج يوي لو اتجرأت ولمستني مرة تانية فما تلومش الا نفسك. فبيقول لها تشي باين عليك اتجننتي وانا ما لمستش غير ايدك بس لمدة ثواني، ومش لازم افكرك كل شوية ان جوزك وليا الحق المس ايدك واي منطقة تانية في جسمك. فبتقول له شينج يوي وكمان عايز تلمس مناطق تانية، فبيقول لها طبعا ولو مش عايز كده فما بقاش راجل. وبتغضب شينج يوي وبتبدأ باستخدام قوتها، وبيحس تشي ان الجو بقى بارد فجأة، وبيصرخ وبيقول لها خلاص انا كنت بهزر معاكي ارجعي لعقلك وما تقتلنيش بسبب مجرد هزار. وبنروح للقاعة الرئيسية وبنلاقي الشيوخ الخمسة مجتمعين بالفعل، وبيقول لهم الرئيس كده انا عرفتكم كل حاجة واعتقد انكم عارفين ده معناه ايه بالنسبة لجيل الشباب. وبيقول واحد من الشيوخ دي فرصة العمر واكيد هتكون من نصيب حفيدي. وبيرد شيخ تاني وبيقول انا كمان لازم اروح عشان اعرف حفيدي الاخبار الرائعة دي، وانا مش مصدق ان فرصة زي دي جات لعائلتنا وانا حي. وجد تشي بيكون قاعد ساكت، وبعد ما بيعرف الشباب بالاخبار بيفضلوا يتمرنوا بشكل عنيف في منطقة التدريب. وبيشوفهم تشي وبيستغرب من الحيوية اللي ظهرت عليهم فجأة وبيتساءل عن السبب. وبيستغرب تشي لما بيشوف واحد من الشباب عمال بيتدرب على التطبيل، وبيردد في كلام زي من اجلك يا سيدي انا مستعد اروح الجحيم من غير سبب. وبيكون فخور بنفسه وبيقول انا مفيش حد بيعرف يطبل زيي في العائلة كلها، واخيرا المهارة دي هتنفعني. وبيستغرب تشي وبيقول انه بيعرض قدام الناس علني، وبيلاقي ان الكل بيتصرف بطريقة غريبة وما بيكونش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط. وبينادي جده عليه وبيسأله تشي عن سر السعادة الغريبة اللي في المكان، فبيقول له الجد ان اخيرا اليوم اللي انتظرته العائلة لسنين طويلة ميعاده قرب. وبيعرفوا ان في مبعوثين من طائفة شياو ارسلوا رسالة وهيوصلوا قريب. وبيتفاجأ تشي وبيقول طائفة شياو تعتبر واحدة من العائلات الكبرى وليها فروع كتير واحنا نعتبر اضعف فرع فيهم وبالنسبة لهم ولا حاجة. وبيرد الجد وبيقول له مؤسس عائلتنا شياو باي كان ابن واحد من شيوخ عائلة شياو، لكنه كان ابن غير شرعي واتطرد من الطائفة بسبب موهبته الضعيفة.
والشيخ والد مؤسس عائلتنا اتوفى مؤخرا وساب وراه وصية وطلب فيها توفير مكان في الطائفة لواحد من أحفاد ابنه المطرود، ووصية الشيخ لا يمكن تترفض، لكن احنا ملناش دعوة بالموضوع، وده لأن اللي هيتم اختياره لازم يكون الأقوى في جيل الشباب. وبيقول تشي دلوقتي فهمت سبب حماس الشباب النهاردة، وبيحاول الجد يواسيه وبيقوله ما تزعلش والموضوع مش بإيدك. فبيرد تشي عليه وبيقوله ما تقلقش أنا مش زعلان لكني حاسس بالجوع، فتعالى نمر على عمتي الصغيرة ونفطر كلنا زي ما اتعودنا دايما. وبنروح ليانج اللي بيبلغ يولونج ان تشي وجده مش موجودين في المنطقة حاليا، وبيقوله ان دي فرصتك عشان تروح لشينج يوي وهي في المنزل لوحدها. وبيضحك لونج وبيقوله هو ده الكلام وكده تقدر تسيب الباقي عليا. وبيروح يولونج لشينج يوي وبيلاقيها في الباحة وبيفضل يتغزل فيها، وبيقول لها انت اجمل جوهرة في المدينة وحتى الجواهر ما تجيش جنبك حاجة. وبتقطعه شينج يوي وبتقوله تشي مش موجود دلوقتي وممكن تيجي في وقت تاني. فبيقول لها بما اني هنا وهو مش موجود فانا ممكن اساعدك في التدريب. فبتقوله انا بحب اتدرب لوحدي وياريت تمشي دلوقتي وتيجي في وقت تاني. وبيقول يولونج في نفسه دي اول مرة في حياتي واحدة تصدني كده، وانا لازم اعرفها مين الزعيم هنا، وبيبدأ يستعد للهجوم عليها. وبيقول لها انا سمعت ان عندك 16 سنة فقط لكنك قدرتي توصلي للمستوى الاول من عالم الناشئ، وانا عايز اختبر المعلومة دي بنفسي. وبيهجم يولونج على شينج يوي وبيتجنن لما بيشوف ايديها وما بيكونش قادر يقاوم جمالها، لكنه بيتفاجئ بلكمة قوية منها بتخليه يتف اسنانه حرفيا. وبتقوله شينج يوي انا قلتلك اني عايزة اتدرب لوحدي. ويولونج ما بيكونش مصدق قوتها وبيقول في نفسه المفروض انها لسه في المستوى الاول وانا في المستوى الثالث، وحتى لو استخدمت كل قوتها فالمفروض ان اكسب بسهولة. وبيتساءل لو كانت بتخفي عنهم قوتها الحقيقية. وبيقول في نفسه لكني عبقري واكبر منها ولسه واصل المستوى الثالث من مدة قريبة. وبتقوله شينج يوي شكلك لسه ما اقتنعتش بكلامي. فبيقول لها انا اللي كنت بتساهل معاكي لكن انت اللي جبتيه لنفسك ولازم تستحملي اللي هيحصل لك. وبيهجم يولونج عليها بكل قوته لكن شينج يوي بتهزمه بسهولة مرة تانية. وبيتأكد يولونج انها بتخفي قوتها فعلا وما بيكونش مصدق انها قوية كده. وبيرجع تشي للبيت وبيكون جايب معاه فطار عشان شينج يوي، وبيقول اتمنى ان اكل عائلة شياو يعجبها وعمتي الصغيرة شاطرة في الطبخ فعلا. وبيقابل تشي يولونج وهو في طريقه وبيستغرب لما بيلاقيه متدشمل، وبيقول له انا ما غبتش غير ساعتين فقط عشان ارجع الاقيك ضيعت نص حياتك. وبيتوتر يولونج لما بيشوفه وبيحاول يهرب منه ويخبي عنه اصاباته. وبيشوف تشي وش يولونج وبيقول له الاصابات دي شكلها خطير وكمان فقدت كام سنة. وبيسأله مين اللي عمل فيه كده وبيتهرب يولونج وبيقول له ده مجرد حادث تدريب. وبيقول له تشي خلاص تمام انا مش هعطلك اكتر من كده. وبيغادر يولونج المكان بسرعة. وبيقول تشي في نفسه واضح انك حاولت تغوي زوجتي وانا غايب لكنها قامت معاك بالواجب، واذا كنت انا زوجها ومش عارف المسها فمستحيل حسالة زيك يقدر. وبيروح تشي لشينج يوي وبيقول لها انا حضرتلك الفطار. فبتقول له ان يولونج كان هنا من شوية. فبيقول لها انا عارف وقابلته وانا جاي لكن في حاجة انا عايز اسألك عنها. وبيطلب تشي منها تقوله على مستوى قوتها الحقيقي لكنها بتتجاهله وبتكمل تدريب. وبعد ساعة بتفتح عينها وبتقوله انت بتبصلي كده ليه؟ فبيقول لها انا مستني جوابك. والتواصل بين الازواج مهم جدا سواء كان التواصل ده عقلي او جسدي. وبتغضب شينج يوي من كلامه وبتطلب منه يكرر اللي قاله. فبيقول لها ولا حاجة انا كان قصدي تواصل عقلي فقط. وبيقول في نفسه هو انا اتجوزت واحدة ولا قطعة جليد؟ وبيقول لها تشي انسي اللي قلته خلاص انا عندي استفسار تاني اهم. وبيسألها اذا كانت كل يوم بتصحى من النوم بسبب الألم وبعد ما تصحي بيكون جسدك بارد جدا لمدة نص ساعة. وبتستغرب شينج يوي انه عارف حاجة زي دي وبيكمل تشي كلامه.
وبيبان الإحراج عليه وبيسألها لو كانت دورتها الشهرية بتتأخر 7 أو 8 أيام كل مرة. وبيجري بسرعة وبيستخبى ورا شجرة، فبتقوله شينج يوي انت بتعمل ايه؟ فبيقول لها انا خايف تقتليني بسبب الكلام اللي قلته. فبتقوله ما تقلقش انا مش هقتلك وهكتفي بقطع اطرافك فقط. فبيقول لها تشي ما تدخليش اطرافي في الهزار، وبعد ما شفت اللي عملتيه في يو لونج لازم اخاف منك. وبتطلب منه شينج يوي انه يخرج وهي مش هتهاجمه، وبتقوله ان كل كلامك صحيح. وبتسأله ازاي عرف المعلومة دي، فبيقول لها تشي انه عرف من نبضها. وبتستغرب شينج يوي من كلامه، فبيقول لها تشي ما تستغربيش لان انا طبيب عبقري. وبتسأله ازاي قدر يعرف من نبضها من غير ما يلمسها، فبيقول لها يبدو انك نسيتي. وبيعرفها ان ده حصل لما جده راح عشان يزورهم. وبتتصدم شينج يوي وبتقوله ده معناه انك كنت بتفحص جسدي ساعتها. فبيقول لها تشي انا ما كنتش محتاج تفاصيل كتير عشان اقدر اعرف نبضك. وبيتساءل في نفسه اذا كانت شينج يوي بتعتبر قياس النبض شيء بذيء. وبتتضايق شينج يوي وبتقوله بما انك بتحب النساء روح العب مع عمتك. فبيقول لها تشي انا ما بهزرش، انت عندك مرض خطير بسبب تدريبك المستمر على فنون الجليد. وبتغضب شينج يوي لانها بتحس انه بيهين فنون الغيمة المجمدة اسجارد. وبتهدده انها هتقتله فورا. فبيقول لها انا عارف انك مش هتعملي كده، وانا اقدر اسامحك على اهانتك المستمرة ليا وحتى تهديداتك بالقتل عمال على بطال، لكن طول ما انا على وش الدنيا مش هسيبك مريضة كده. وبيقول لها الطبيعي ان عمر الشخص بيزيد بزيادة قوته، لكن اللي بيحصل معاكي هو العكس وتقريبا حياتك نقصت التلت. وبيسألها إذا كانت عارفة إن السبب هو فنون الغيمة المجمدة، وبيطلب منها تجاوب عليه بصراحة. فبتقوله أيوة كمل كلامك. فبيقول لها تشي هنرجع دلوقتي للمنزل وتراقبي جوزك الوسيم وهو بيعالجك. فبتقوله شينج يوي قلتلك 100 مرة ما تعتبرش نفسك زوجي. وبيرجعوا للمنزل وبيبدأ تشي بالتحضير لعلاجها. وبتقوله شينج يوي لعلمك انا مش مصدقه ان فنون الغيمه هي اللي اثرت على حياتي. فبيقول لها تشي ده لانك بتثقي ثقه عمياء في معلمتك، والاسرار دي لو اتسربت هتسوء سمعه اسجارد، وعشان كده من الطبيعي ان كبار اسجارد يحموا الاسرار دي بحياتهم. فبتقوله شينج يوي لو كده فانت ما عندكش اي حاجه تقدر تعملها. وبيطلع تشي صندوق الابر بتاعه وبيوريه لشينج يوي وبيقول لها هو ده اللي هعمله. وبتستغرب شينج يوي من وجود ابر طبيه معاه، وبتقول في نفسها اول ما لمس الابر هالته اتغيرت تماما، لكن استخدام الابر فن لا يتقنه الا الكبار. وبتقول في نفسها يبدو انه طبيب فعلا. وبيقول لها تشي ان في حاجات اهم من النظر على وشي دلوقتي. وبيطلب منها تبص على ايديها، وبتتفاجئ شينج يوي انه غرس الابر من غير ما تاخد بالها. وبيطلب منها تمد ايديها الاتنين قدامها وتثبتهم، وبيبدأ تشي بغرس ابر اكتر فيها. وبتحس شينج يوي ان ايديها بقت خفيفة جدا لدرجة انها مش حاسة بيها. وبيقول لها تشي ان استخراج البرد المتركز في ايدك هيساعدك في حل مشاكلك شوية، لكن لو سمحتيلي بحرية اكتر هقدر اشفيكي تماما. ومش بس كده انا كمان هقدر ازود سرعة تدريبك بنسبة 30%. وبتستغرب شينج يوي من كلامه وبتقوله ان ده مستحيل. وبتسأله لو كان بيهزر، وبتقوله ان الزيادة بالنسبة دي هتقلب العالم رأسا على عقب. فبيقول لها تشي مش هتخسري حاجة لو جربتي، ولو طلع كلامي مظبوط هتكوني اول حد يحظى بفرصة زي كده. وبيسألها اذا كانت متحمسة ولو بنسبة قليلة، وبيطلب منها تخلع ملابسها. فبتقوله شينج يوي لو راجل قرر اللي قلته مرة تانية. وبتضربه على راسه مرتين، وبيقول تشي كويس انها جات على قد كده. وبتقوله شينج يوي مستواك كطبيب عالي جدا بالنسبة لواحد عنده 16 سنة. فبيقول لها تشي ان ده بسبب معلمه الوحيد واللي خد بايده من اول ما وعى على الدنيا. وبيعرفها قد ايه هو راجل عظيم وانقذ الاف الارواح بدون مقابل. وبيكمل وبيقول لها خلينا في المهم، وبيسألها اذا كانت موافقة على اللي قاله، وانا ممكن انفذ عملية التطهير على الظهر فقط ومش هتحتاجي تظهري حاجة تانية. فبتسأله اذا كان فعلا يقدر يزود قوتها بالنسبة اللي قال عليها. فبيقول لها جربي وهتشوفي بنفسك.
وبيقول تشي في نفسه ان الطاقة العميقة هي الحاكم الاعلى في العالم هنا، وده اغراء كبير جدا ما تقدرش ترفضه. وبتوافق شينج يوي وبتقوله يلا وريني اللي تقدر عليه، وبتفضل ساعة في مكانها وبتسأله اذا كانت لازم تتعرى فعلا. فبيتضايق تشي منها وبيصرخ فيها وبيقول لها اخلعي ملابسك حالا. وبتنزل شينج يوي ملابسها وبتطلب منه يبدأ على طول وما يفكرش في اي حاجة تانية. وبتقوله لو فكرت في كده ولا كده انت عارف ايه اللي هيجرالك كويس. وبيسخر تشي من حاله وبيقول في نفسه اكيد اعدائي دلوقتي فرحانين فيا، انا متجوز ومش عارف اشوف حتى جسد زوجتي اللي طلعت اجمل من ما كنت متصور بكتير، لكن لازم اركز دلوقتي ومفكرش في حاجة غير العلاج. وبيبدأ تشي بوضع الابر على ظهرها، وشينج يوي بتكون مستغربة انه محاولش يلمس جسدها غير بالابر. وبتقول في نفسها انا افتكرت انه هينتهز الفرصة لكن باين عليا اني ظلمته، ولحد دلوقتي مش قادرة افهم السبب في تناقض شخصيته. وتشي بيكون عمال يحاول يسيطر على افكاره وبيركز على علاجها. وبتبدأ شينج يوي تحس بطاقة فعلا وبيقول لها تشي اوعي تتحركي. فبتقول له شينج يوي ما تنساش ان عروقك متدمرة، ومع ان الطاقة دي مستواها قليل جدا لكنها لسه صعبة عليك، واحتمال جسدك يرهق بسرعة ويغمى عليك في اي لحظة. فبيقول لها تشي ما تشغليش بالك انا لسه قادر اكمل. وبيقول في نفسه مش بس طاقتي الوحيدة هي اللي تم وضعها في الابر، لكن تم اضافة تأثير التطهير من لؤلؤة السم السماوي. ودلوقتي انا بحط الابرة رقم 13، لكن العملية دي تعبتني اكتر مما توقعت. وبيحاول تشي يركز عشان ينتهي في اسرع وقت وبيكون بيحط الابرة رقم 24. وبتلاحظ شينج يوي ان حركته اصبحت ابطأ من الاول بشكل واضح. وبينتهي تشي بعد ساعتين وبيطلب من شينج يوي تجرب تحرر طاقتها، وبتلاقي ان طاقتها اصبحت بتتحرك بانسيابية اكتر من الاول فعلا. وبتقول في نفسها ان لو حتى معلمتي شافت النتيجة دي هتتصدم. وبتقول لتشي انت بالقدرة دي تقدر تقف على قمة الامبراطورية كلها، وانا عايزاك تعرف ان هبعد عنك بعد شهر من دلوقتي، واكيد انت خمنت ان ده هيحصل. وبتسأله عن سبب مساعدته ليها، فبيقول لها تشي انا عندي 3 اسباب، واولهم انك حفظت كرامتي لما اتجوزتيني رغم احتقار الجميع ليا، وكمان امبارح احضرت ليا غطاء خلال نومي في الباحة مع عمتي، وده معناه انك فضلت تدوري عليا قبلها ورحت جبت الغطاء ورجعتي، وده انا ما اقدرش اتجاهله لانه مش حاجة بسيطة بالنسبة لي. اما ثانيا لانك لسه زوجتي، وثالثا اهم سبب هو اني اخيرا قدرت اشوف جسدك. وبيفضل يضحك. وبنروح لجد تشي اللي بيكون عند قبر ابنه شياو بينج وبيفضل يكلمه، وبيقول له النهارده هو اكبر حدث في تاريخ عائلتنا القصير، وطائفة شياو ارسلت اشخاص عشان يختاروا واحد من ابنائنا، ودي الفرصة اللي كنا مستنيينها من ساعة تأسيس عشيرتنا كلها. وبالمناسبة تشي الصغير بقى عنده عائلة خاصة بيه دلوقتي، وانا ما زلت فاكر انك ضحيت بحياتك عشانه مع انه مش من صلبك، وضحيت كمان بحياة طفلك الصغير عشان تحميه، وانا مش هضيع تضحيتك وهفضل احافظ على حياته مهما حصل. وبيسمع الجد صوت حواليه وبيحس بوجود شخص في المكان، وبيظهر يولونج وبيحييه باحترام وبيعتذر له لو كان سبب له اي ازعاج اثناء زيارة قبر ابنه. وفجأة بيختفي الشيخ الخامس من قدام يولونج وبيظهر من وراه، وبيحس يولونج منه بنية قتل فظيعة، وبيسأله الشيخ الخامس عن اللي سمعه، وبيترعب يولونج منه وبيقول له انا ما سمعتش حاجة ولسه واصل حالا، ووالدي هو اللي بعتني عشان ابلغك ان موكب الزوار على وشك الوصول. وبيبدأ الشيخ الخامس يهدى وبيقول له انت صاحب اكبر فرصة من بين جيل الشباب، واختيارك هيكون حدث سعيد للعشيرة. وبيشكره يولونج وبيغادر الشيخ الخامس المكان، وبيقول يولونج في نفسه ان اللعين ده كان على وشك انه يقتلني، لكن حقيقة ان تشي مش ابن شياو بينج الحقيقي مثيرة للاهتمام فعلا. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده ومين اللي هيتم اختياره؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك، والسلام.